مساء الفل على الكل. انا طبعا هتكلم على تكملة العبث اللي بيحصل. هي الناس اللي طلبت ان المجلس بتاع المستشار يستقيل، المجلس المعين من الجمعية العمومية، واصروا انه ما يكملش ويعمل انتخابات على الرئيس والنائب. وانت ليك عين تتكلم وتفتح بقك وتعمل مظاهرات وتقول انا ارفض فلان وهاتوا فلان؟ يا ابني، ما هو الخراب اللي احنا فيه ده من حضرتك يا فندم. انت ما احترمتش الجمعية العمومية، دلوقتي بتحترم الجمعية العمومية وجايبها تهتف؟ ده انت اللي طلبت بعدم احترام اصواتهم. وبعدين انا عايزة اسأل سؤال برضو، يعني علامات استفهام برضو. هو اللواء حسن موسى ده اللي قعد 3 ايام، حضرتك متمسك وبتهتف باسمه ليه؟ عمل ايه؟ ناس تقول لك اصله دخل 4.5 مليون جنيه. هما فين ال4.5 مليون؟ هو دخلهم من جيبه حضرتك؟ يعني هو اتبرع لحل مشكلة النادي، او قال انا هدفع من جيبي 4.5 مليون؟ ولا جابهم ازاي؟ ولا هو في ايه؟ ولا ايه اللي انتوا بتقولوه؟ وايه الاصرار عليه والهتاف باسمه؟ وانا لازم اشك برضو، علامات استفهام واضحة. متصور مع واحد مرشح نفسه على رئاسة النادي. هو مشي ليه؟ مشي ليه؟ تحب نقول لك هو مشي ليه؟ هو مشي لان هو اتعامل على انه لجنة. هو دخل النادي، حضرتك قلنا لك انك داخل، انك انت تسيير اعمال ودعوه للانتخابات. حضرتك دخلت ادوني الدفاتر، ارفضوا الموظفين. لا لا لا، موظف واحد بس؟ لا 10. ابتديت تروج انهم مراكز قوة، ابتديت تقول للناس انهم جواسيس، ابتديت تقول ان في فساد. اطلبوا لي النيابة، النيابة تيجي تاخد الموظفين دول. يعني انت جاي تصفي حسابات، وعايز تمسك العضويات، وعايز تمسك اللي في النادي. انت مش جاي حضرتك مش رئيس مجلس إدارة، حضرتك مش منتخب عشان تاخد قرارات. الفيلم بقى بتاعكم بتاع اصله هو عشان رفض يقسط غرامة كهرباء، واللي جه ده مكانه ده مش زملكاوي وبينتمي للنادي التاني وهيقسط او قسط غرامة كهرباء. ولا هو، ولا اللي قبله، ولا اللي اي حد جاي لجنة يقدر ياخد قرار بتقسيط غرامة كهرباء؟ بأمارة ايه؟ هو حضرته مثلا، حضرتك ده جاي يرتب الأوراق، يشوف ايه المشاكل دلوقتي الحالية، يقبض، يشوف مستحقات متأخرة، يدعو جمعية عمومية، لا في مخالفات، لا في معرفش ايه غرامات، مش عارف فلان مش عارف كلام مين، ايه فلوس ايه. ده دور اللي هيبقى رئيس النادي المنتخب. انتوا بتدمروا الزمالك وليكوا عين. وتعالوا هنا بقى، هو لو كان مرتضى منصور الرئيس المنتخب عمل للموظفين وجابهم يهتفوا وعملوا مظاهرات الجمعية العمومية وقعدت تقول له مش هيمشي ويا بلد ويا بتاع، كان زمان كل الناس بتقول انقذوا الزمالك من الفتنة. رئيس الزمالك بينادي بالفتنة والتعصب وبيعمل مظاهرات، وفين الأمن وفين البلد وحرام ده مش وقته. احنا بلد بتورينا فين الاستقرار فين الأمان. كان زمان 100 لسان، انا ما شفتش واحد اتكلم. ده الاعلاميين طالعين يقولوا ايه؟ وحضرتك شلت ليه اللي هو حسن موسى وجايب دلوقتي الاستاذ عماد؟ ده انتوا من كتر ما بتدافعوا عن الراجل اللي جه قعد 3 ايام انا شاكه فيكم، ومن كتر ما بتهاجموا الشخص ده بضراوه وضده، واوام لميتوا ناس من الجمعيه العموميه وعملت مظاهرات وتجدير للامن، انا برضو لازم اشك فيكم. انتوا عايزين اللي فات ليه؟ ايه الانجازات اللي لحق يعملها؟ وايه كم اللجان والصفحات اللي بتهتف باسمه ليه؟ ما تقولوا لي عشان ايه؟ لا 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 لا. ده مفيش صفحة، مفيش جروب، مفيش اعلامي، جمعية عمومية اتلمت في لحظات. ده احنا في عز الازمات، في عز الازمات وحبس رئيس النادي ومفيش فلوس يقبض عمال، ما كانش بيسمح لتجمهر اعضاء الجمعية العمومية. ايه اللي بيحصل ده؟ لمصلحة مين؟ مين اللي قوم اصل يعني معلش، الجمعية العمومية اللي قاعدة بقالها كام سنة الزمالك بيتلطش ما بتقومش تعترض، فجأة قرروا ان هم يقفوا ويعملوا مظاهرات واحتجاجات ويهتفوا ويسقفوا ويندهوا. مين؟ فين؟ ادوني أمارة.
اي حق يخلي يقعدوا جمعيه عموميه؟ مين اللي محرضهم؟ مين اللي قال لهم عشان الشخص ده يمشي ويهتفوا كده؟ مين اللي خلاهم يهتفوا باسم واحد ما قعدش غير 3 ايام وجه يصفي حسابات؟ مين؟ ما تدوروا زي ما كنتوا بتقولوا مرتضى بيثير الفتنه، ومرتضى اللي بيسلط، ومرتضى اللي بيقول للعمال، ومرتضى اللي بيقول لكذا. ما تشوفوا مين اللي خلى الناس دي تقف وتهتف ويبقى المنظر ده نادي الزمالك. وانا مش عايزه يا اخي الاعلاميين اللي داخلين دلوقتي، انتوا بتدافعوا عن الزمالك دلوقتي؟ هو انتوا اللي زي ابراهيم فايق طالع يقول انتوا مشيتوا واحد 3 ايام وجبتوا واحد، مش تقولوا لنا ليه؟ مالكوش في دعوه بالزمالك، انتوا عمركم ما دافعتوا عنه. انتوا كنتوا بتكرهوا شخص وحاربتوه بكل قوتكم، وانتوا السبب في دمار الزمالك. والناس اللي طلبت باستقاله المجلس ما تفتحوش بقكم، ما تفتحوش بقكم، مش انتوا اللي هتمشوا مصير الزمالك. انتوا مشينا بدماغكم، دمرتونا، صفحات وجروبات ومذيعين واعلاميين ويوتيوب. ايه ده؟ ايه ده؟ دمرتوا نادي الزمالك، والاخر واقفين مظاهرات مش عارف ايه ده. مين اللي سابهم؟ مين اللي سابهم؟ ده انتوا كنتوا بتحرجوا على واحد لما اول مره كنتوا هتعزلوا المجلس وقلتوا فيه مخالفات، قلتوا اللي هينزل هنقبض عليه في الشارع. مفيش تجمهرات. مين بيعمل كده في الزمالك؟ مين اللي عايز عبده مشتاق اللي هيموت على الكرسي وبيهتف باسم واحد بقاله 3 ايام ويخلي الجمعيه العموميه تهتف؟ مين عبده مشتاق اللي حرض الجمعيه العموميه تقوم تهتف وتقول يمشي وما يمشيش ويعملوا المنظر ده في النادي، وفي اطفال وفي ناس وفي بنات ايه ده؟ ما تحاسبوا المسؤول. ولا هي الحرب كانت على شخص واحد؟ انا مش قادره اقول غير لك الله يا زمالك. واللي بيحصل عليه علامات استفهام، اقسم بالله عليه علامات استفهام. واحد قعد 3 ايام بيهتفوا باسمه. يا سلام. اللي انت دخلت النادي عملت ايه في ال3؟ عملت عصايه سحريه لاعضاء الجمعيه العموميه بيهتفوا باسم حضرتك؟ ده ايه ده ان شاء الله؟ انا يا جماعه لازم تشوفوا مين اللي بيحرض على الكلام ده، وكفايه بقى سوشيال ميديا بقى بتدمير في الزمالك، وكفايه بقى صفحات، وكفايه جروبات، وكفايه شتيمه، وكفايه اشاعات. ابعدوا عن الزمالك يا اخي، ده انتوا هتموتوا على الكرسي يا اخي. ده انتوا وصل بيكم انكم بتحرضوا اعضاء الجمعيه العموميه يا اخي. كفايه بقى. هرجع واقول اقسم بالله لك الله يا زمالك، لو ده مقصود مش هيحصل كده. يعني ده لو ده مقصود قلت لكم بلاها، ما تلغوا النادي. انا عايز اعرف مين اللي حرض الناس تقف في النادي، وعايز اعرف السوشيال ميديا مين اللي محرضها تقلب كده، وعايز اعرف مزايا الشخص اللي قعد 3 ايام بيهتفوا باسمه. جايز انا حاسه انه يمكن جاب له 4 مليون ونص من جيبه بصراحه. ارحمونا وارحموا الزمالك بقى. لك الله يا زمالك والله. والناس بعض الزملكاويه المخلصين المحترفين اللي عارفين قيمه نادي الزمالك.